ردا على سؤالك، أعمل إيه لو ابني أو بنتي بطلوا يروحوا المدرسة بعد ما كانوا بيروحوا عادي كل يوم؟ هنتكلم، هنطمن، وهنشجع. هنتكلم معاهم بهدوء ونسألهم إيه السبب اللي مخليهم مش عايزين يروحوا المدرسة. هنطمنهم إنه أيا كانت المشكلة إحنا معاهم وهنساعدهم يحلوا. هنشجعهم بلعبة، بخروجة، بفسحة لو وافقوا يروحوا المدرسة. غالبا الأسباب اللي هتخليهم مش عايزين يروحوا المدرسة حاجة من ثلاثة: إما مشكلة مادة صعبة، أو مشكلة تنمر، أو مشكلة تحرش. هي بقى لو مشكلة مادة صعبة يبقى هنعمل شوية حاجات كده علشان نتأكد إن إحنا بنساعدهم بجد. لو مشكلة مادة صعبة هنعمل كام خطوة كده. أولا نعرف إيه المادة، ثانيا نعرف تفاصيل أكتر. ليه المادة صعبة بالنسبة له؟ هل هي المشكلة في المادة نفسها إنه هو مش بيحبها، ولا المشكلة في إنه مش بيفهم من المدرس، ولا المشكلة في المدرس نفسه؟ عرفنا التفاصيل، هنروح للخطوة اللي بعد كده، نعرف المدرسة والمدرس إنه ابننا عنده المشكلة في المادة دي. بعد كده هحاول بقدر الإمكان إن أنا أساعده لو أنا عرفت. لو ما عرفتش يبقى مفيش حل غير إنه أنا أجيب مدرس خصوصي يساعده. وبعد كده لازم أتابع معاه بشكل يومي علشان أتأكد إن المشكلة بتتحل.